بلدة إلدريدج الهادئة الواقعة على حافة غابة قديمة، عاش صبي صغير يدعى كيرك. كانت حياته عادية وبسيطة، لكنها كانت على وشك أن تتحول إلى عالم من الغموض والأحداث التي لا يمكن تفسيرها. هذه هي قصة كيف تحول صوت بسيط، صوت صفير، إلى كابوس يطارده لسنوات، محاكاً نسيجاً من الخوف والغموض والأسئلة التي لم تجد إجابات. كان كيرك في 8 من عمره عندما بدأت الأحداث الغريبة. في ذلك اليوم كان يتجول مع أمه وكلبهما حول الحي الذي يعيشان فيه. كان الوقت ظهيرة والجو هادئاً، ولم يكن هناك سوى صوت أوراق الأشجار التي تتهامس مع النسيم. الحي الذي كانوا يسكنون فيه يقع على حافة منطقة غابات، وكانت الطبيعة تحيط بهم من كل جانب. بينما كانوا يسيرون، سمع كيرك صوتاً غريباً قادماً من اتجاه الأشجار. كان الصوت يشبه الصفير، لكنه لم يكن كتغريد العصافير. كان هناك نغمتان، واحدة مرتفعة والأخرى منخفضة، وكأنها تصفير بشري. في البداية لم يعر كيرك الأمر اهتماماً كبيراً، فقد كان طفلاً صغيراً والصوت لم يكن ملفتاً بالنسبة له. لكن الأمور تغيرت عندما نظر إلى وجه أمه. لاحظ أن تعابيرها قد تغيرت تماماً. كانت تبدو مرتعدة من الخوف، وعيناها واسعتان وكأنها شاهدت شيئاً مرعباً. كيرك لم يفهم لماذا كانت أمه خائفة، لكن خوفها انتقل إليه. بسرعة أمسكت أمه بيده وقالت: خلاص، لازم نرجع البيت الآن. ركضوا مع كلبهما عائدين إلى المنزل بأسرع ما يمكن. كيرك لم يسأل أمه عما حدث، فقد كان صغيراً ولم يفكر في الأمر كثيراً، ومع مرور الأيام نسي الحادثة تماماً. عندما كان كيرك في 10 من عمره، سمع الصوت مرة أخرى. هذه المرة كان وحده مع كلبه في إحدى الليالي. كان يتجول حول الحي كما اعتاد أن يفعل، لكن فجأة توقف الكلب عن الحركة. حاول كيرك أن يسحبه، لكن الكلب رفض أن يتحرك. كان ينظر باتجاه الأشجار وكأنه يرى شيئاً ما. نظر كيرك في اتجاه الأشجار الكثيفة، لكنه لم يرى شيئاً. ثم سمع الصوت مرة أخرى، نفس الصفير، نفس النغمة المرعبة. تذكر كيرك الحادثة التي حدثت مع أمه، وشعر بنفس الخوف الذي شعر به في ذلك اليوم. أمسك بالكلب وركض عائداً إلى المنزل، حيث أغلق الباب بقوة وجلس يرتعد من الخوف. لم يخبر كيرك أحداً عما حدث إلا عدداً قليلاً من الأشخاص، لكن لم يأخذوا الأمر على محمل الجد. قالوا له إنه ربما كان يخوف نفسه، أو أن الصوت كان مجرد طائر أو شيء عادي. ومع مرور الوقت نسي كيرك الحادثة مرة أخرى. مرت السنوات، وكيرك كبر وأصبح شاباً في 24 من عمره. انتقل للعيش في مدينة أخرى بعيداً عن مسقط رأسه. في يوم الاستقلال الأمريكي قرر كيرك أن يخرج مع صديقته لمشاهدة الألعاب النارية عند ضفة النهر. كان المكان هادئاً والسماء ملبدة بالغيوم مع ومضات من البرق. أثناء مشاهدة الألعاب النارية سمع كيرك صوتاً غريباً قادماً من النهر. كان صوتاً يشبه التجديف. عندما نظر باتجاه الصوت رأى قارباً في وسط النهر، وكان فيه شخص واحد. الشخص التفت نحو كيرك وبدأ يصفر. تجمد كيرك في مكانه. كان الصوت هو نفسه الصوت الذي سمعه مرتين في طفولته. شعر بقشعريرة تسري في جسده، وكل مشاعر الخوف التي اختبرها في الماضي عادت إليه. حاول أن يرى ملامح الشخص، لكن الظلام كان كثيفاً ولم يظهر سوى شكل رجل يرتدي قبعة. وقف القارب أمام كيرك مباشرة، وتوقف الشخص عن التجديف. بدأ ينظر إلى كيرك ويصفر باتجاهه. كيرك كان خائفاً، لكنه في نفس الوقت شعر بالغضب. صرخ في الرجل: من أنت؟ ماذا تريد مني؟ لكن الرجل لم يرد. استمر في التحديق في كيرك وهو يصفر. فجأة استدار الرجل وأبحر بعيداً بالقارب. تذكر كيرك أنه كان يحمل كاميرا، فقام بتصوير المشهد بسرعة. بعد هذه الحادثة بدأ كيرك بالبحث عن تفسير لما حدث. أثناء تصفحه للإنترنت وجد سؤالاً على موقع ريدت يسأل عن أكثر شيء مخيف حدث للناس في حياتهم. قرر كيرك أن يشارك قصته. تفاعل الناس مع القصة بشكل كبير، وكانت هناك تعليقات كثيرة. أحد التعليقات لفت انتباه كيرك بشكل خاص. كان التعليق من شخص من فنزويلا، وقال إن قصة كيرك تذكره بأسطورة منتشرة في أمريكا اللاتينية تسمى أسطورة المصفر أو إل سيلبون. حسب الأسطورة فإن المصفر هو شاب قتل أباه بسبب غضب شديد، وعندما اكتشف جده ما فعله قام بتعذيبه ولعنه ليصبح كائناً ملعوناً يتجول في الأرض إلى الأبد، حاملاً كيساً مليئاً بعظام أبيه. يقال إن المصفر
يصفر أثناء تجواله، وإذا سمعت صفيرته قريبة فهذا يعني أنه بعيد، لكن إذا سمعتها بعيدة فهو قريب منك. لم أستطع كيرك أن يتأكد مما إذا كان ما رآه مرتبطاً بأسطورة المصفر، لكن التشابه بين القصتين كان مثيراً للاهتمام. قرر كيرك مشاركة الفيديو الذي صوره في ذلك اليوم، وأصبح الفيديو موضوعاً للنقاش بين الناس. بعضهم صدق القصة بينما شكك آخرون في صحتها، لكن كيرك بقي متمسكاً بحكايته، مؤكداً أن ما حدث له كان حقيقياً. You whistling? Is it you? Stop it. حتى اليوم لا يزال كيرك يشعر بالخوف عندما يخرج في الليل، خوفاً من أن يسمع صوت الصفير مرة أخرى. الخاتمة قصة كيرك تبقى لغزاً محيراً. هل كان ما سمعه ورآه مجرد صدفة؟ أم أن هناك قوة خفية تطارده منذ طفولته؟ ربما لن نعرف الإجابة أبداً، لكن الغموض الذي يحيط بالقصة هو ما يجعلها مثيرة للاهتمام. في النهاية تبقى الحقيقة مختبئة في الظلام، مثل صوت الصفير الذي لا يعرف مصدره.